5 نجوم مغاربة في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا وآسيا. لنتعرف التفاصيل كاملة. قبل ما ندخل إخواني الكرام التفاصيل، كنتمنى منكم ديروا جيم للفيديو والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد نتوما الأولى إن شاء الله. ضمن عدد من نجوم المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم تواجدهم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع أنديتهم بعدما أسدل الستار عن منافسات دوري الربع مساء أمس الأربعاء. ونجح ريال مدريد بمشاركة إبراهيم دياز في الظفر ببطاقة التأهل للمربع الذهبي بدوري الأبطال في القارة العجوز بعد تجاوز مانشستر سيتي في قمة كروية خطفت الأنظار ليضرب موعدا مع بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي. وسيلاقي إبراهيم دياز مواطنه نصير مزراوي الظاهر الأيمن لبايرن ميونخ بعد ضمن الفريق البافاري تأهله على حساب أرسنال، في حين تأهل أشرف حكيمي رفقة فريق باريس سان جيرمان على حساب برشلونة. وقدم حكيمي أداء كبير في أيام ربع النهائي البطولة الأهم بالنسبة للأندية في أوروبا ليسهم في ريمونتادا تاريخية للفريق الباريسي أمام البلوغرانا. تألق أسود الأطلس تواصل في القارة الآسيوية، وكان رحيمي عريس ذهاب الدور نصف النهائي بعدما سجل هاتريك في شباك الهلال، وكان وراء اصطياد ركلة جزاء أخرى سجلها زميله كاكاو أمام الرفاق ياسين بونو الذي غاب عن اللقاء.